السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم كوافير ام اسراء، ودي صفحتي. عايزين تعرفوا عني اكتر، عندي صفحة برضو على اليوتيوب اسمها كوافير لمس الجمال، نفس الاسم ونفس صفحة ونفس الغلاف يعني. قبل ما تروحي تعملي شعرك ما تختاريش، ما تقوليش انا راح اعمل بروتين او ترميم او كافيار او فيلر او المسميات الكتير قوي 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 اللي موجوده في السوق. قبل ما تروحي قبل ما تقولي انا عاوزه كذا ودي كذا ودي كذا، ما تقوليش انا عاوزه كذا. اعرفي شعرك الاول، نوعيه شعرك محتاجه ايه، لان كل دي مسميات شركات. انتي بره الملعب ده خالص. دي مسميات شركات، كل شركة بتختار منتج يبقى ده المنتج بتاعه وبتسميه اسم. فانت مالكيش علاقة خالص بالمنتج الاسم المنتج اللي انت تشتغلي بيه. احنا نعرف شعرك الاول. كل شعرايه طبعا، كل شعرايه وليها طبيعتها، وكل شعرايه ليها الروابط الداخليه بتاعتها اللي طبعا مختلفه عن اي شعرايه تانية. في شعرايه ضعيفه ما تستحملش ماده بتسمع عنها في كل التواصل الاجتماعي، في كل المواقع بسمع عنها، بس هي مش صالحة لشعرك. شعرك مثلا محتاج حاجة تانية أعلى، أحسن، أهدى. لأن دي كلها حاجات كيميائية بتتحط على الشعر، و التصنيع بتاع المواد ذاتها تصنيع كيميائي. فانت شعرك ممكن ما يجيش على الماده دي. فممكن واحده تيجي تقول لي انا عاوزه اعمل كافيار، انا بعمل الماده يعني مواد بركبها انا على بعض عشان اوصل لنتيجه ترضيني، والشعرايه تكون هي محتاجه كده. يعني انا الشعرايه بتبقى محتاجه كده، فانا يعني بحط لها اللي هي محتاجاه، لان الشعرايه لها مسامات ولها روابط، وبرضو ببقى عارفه نسبه الضرر اللي في الشعرايه، فبحط لها اللي هي محتاجاه. هنا كمية حقن ما شاء الله، الله أكبر، كمية حقن كل الأنواع. الحقن دي علاج طبي أصلا. بنبقى موجود معانا في الجلسات العلاجية للشعر. بديكي مجموعة العناية اللي شعرك اللي تناسب شعرك. بديكي ترميم حلو قوي للبحر، عشان لو نازله البحر، طبعا احنا في صيف كل الناس معرضه ان هي تنزل البحر، معرضه برضو اللي هي ميه الحنفيه اصلا فيها نسبه املاح. بديكي الترميم ده يحميكي من نسبه الاملاح اللي بتبقى في الميه، تحمي الشعرايه. بديكي كمان الترميم ده كمان بيناسب الترميم ده كمان ينفع للقص الكيميائي. القص الكيميائي ده يا بنات اللي هو انت بتبصوا في اطراف شعرك كده، بتلاقي اطراف شعرك لما بتشرب املاح او الشعريه بتعرق او بتنزل البحر او بيكون نسبه الميه فيها الميه فيها نسبه املاح عاليه، فبيبقى اخر الشعريه كده بتتقطع حتت صغيره. الحتت الصغيره دي اسمها قص كيميائي. كل حاجه بنختارها بنحطها في الشعر. طبعا بتبقي انت معايا في كل حاجه، وبعرفك وبفهمك على كل حاجه انا حاطه لك ايه وعامله لك ايه وشعرك ايه، عشان برضو تبقي فاهمه معايا كل حاجه. كل خطوه بتبقي انت موجوده معايا عشان برضو تطمئني وتبقي عارفه وتبقي واثقه في كل حاجه بتتحط لك او بتتعمل لك. وطبعا انت بتشوفي بعد كده النتائج اللي احنا بنعملها. بتشوفي الشعر معاكي ما شاء الله، الله اكبر. مش بعد شهر بتروحي تجري عند الدكاتره شعر وقع، شعر اتقصف، زي ما بيجيلنا كل يوم حالات بصراحه احنا بننزعج منها جدا. الشعر وقع، شعر متقصف، شعر مقرع، شعر كان طويل جدا واتقص، حاجات كتير بنشوفها في الشعر. فاحنا والحمد لله، الحمد لله بفضل الله ما بنوصلش للحاجات دي، وان شاء الله مش هنوصل، لان احنا بنتعامل بحاجات علاجيه، حاجات بنكشف على الشعريه الاول، بنشوف الشعريه محتاجه ايه وبندي لها العلاج المناسب ليها. لما بنعالج القص الكيميائي ده طبعا الشعريه لما بتيجي تطول من قدام فهي برضو بتطول، الشعريه بتطول لما يكون في شعريه فيها تقطيمه والاطراف بتتقطم على طول كده، وزي ما احنا بنشوف كلنا. فالشعريه اللي بيطول، الشعر لما بيسحب من قدام بيبقى الشعر بيطول. فبتيجي تبص تقولي انا شعري ما بيطولش، انا شعري بيطول من قدام ولكن شعري برضو ما بيطولش، ما بلاقيش فيه طول من ورا. فهو عشان بيتقطع من ورا
فاللي بيطوله من قدام بيقطع هو من ورا، فبتيجي تبص تلاقي شعرك زي ما هو. فما بنيجي نعالج القص الكيميائي اللي في اطراف الشعر، فتيجي تبص تلاقي الشعريه بتطول من قدام فبتلاقيها ورا. الطول اللي هو بيطوله بتلاقي الشعريه بتتقل وبتطول معاكي، فما بيحصلش فيها لا سقوط. لما الشعرايه ما يحصلش فيها سقوط يبقى الشعرايه تتقل معاي، لما الشعرايه ما يحصلش فيها قص كيميائي يبقى الشعرايه تطول معاي. يبقى اذن الشعرايه تتقل وتطول معايا، يبقى انا عملت كده معادله، عالجت شعري ورممته. ولو محتاج علاج فيتامينات ولا حاجه انا برمم لك من الخارج، وانتي لو في علاج من الداخل ولا حاجه فيتامينات او انيميا او حاجه، فطبعا بقول لك برضو وبتاخدي لها اقراص وبتعالجيها، فتيجي تبص تلاقي شعرك اتعالج وطول وجاب نتيجه حلوه، وشعرك اتغير بمرور الايام والسنين. تلاقي شعرك بيتعالج وتلاقي شعرك اصلا ما عادش اللي هو. فكده جبنا النتيجه اللي احنا كنا عاوزينها، ونتيجه ترضيك وترضينا، والحمد لله. لو استفدت من الفيديو حط لايك.